الحاجة والسيدة الرائعة هانم أحمد إسماعيل التي نراها دائما وابدا في كل المنتديات بمصاحبة أستاذنا الحبيب الشاعر الكبير الدكتور أحمد صلاح. فلنحييه. أهلا وسهلا بكم. والآن يصبح الكل بالبرنامج الدكتور أحمد رجب، فليتفضل. كل سنة وهم طيبة، كل سنة وحضراتكم كلكم بخير. أشكر مؤسسة المنتديات الثقافية على اللفتة والرسالة الكريمة منهم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. هي أمي، أيوة أمي، قلب دافي وحضن سادي، نبع صافي من حنان. أمي دايما حتى ألم، روحها عايشة جوه دمي. هي أمي، أيوة أمي، قلب دافي حضن سادي، نبع صافي من حنان. أمي عايشة، أمي دايما حتى ألم، روحها عايشة جوه دمي. حتى من غير أي كلمة هي دايما شايلة همي. أصل أمي دنيتي بلقى وياها الأمان. لو في مرة كنت جايب أي مدة عنها كانت تحط لي برضه نايب أو نصيب من أكلها. حتى لو كانت عز ملك برضه عاشت طبخها. أصل ريحة طبخ أمي كان يجوع من هالجيران. أمي جوه قلب ملكة عايشة وسط الناس كهانة، ذوق وشيك وكمان طعامة، واسم أم الجالية هانت. هي حلوة وروحها حلوة، جوه قلبي أحلى جنوة، صعب تتكرر كمان. هي أمي، أيوة أمي، ساكنة روحي ساكنة قلبي. مهما صارت مهما غضبت برضه ترجع تاني جنبي. بفتكرها في صلاتي وادعي ليها بحب ربي، تبقى ليا نور حياتي، تبقى ليا صمام امان. ماشي في الدنيا بدعاها، طالب الجنة برضاها. مهما جيت او حتى رحت برضه متغطي بسماها. اصل هي امي اغلى حاجة عندي، بنسى وياها الزمان. اصل امي قلب دافي حضن شافي، نبع صافي من حنان. اما هو لسه صورته قصاد عينيا، لسه سامع برضه صوته، لسه محفور جوه قلبي، لسه عايش رغم موته. كان اصيل صاحب مبادئ، كان ولا واجب يفوته، كان بيعتز بكرامته واللي يلمسها يسوته. هو ابويا شغلته مهندس زراعي، كان حكم كوره كمان، بس كان لضميره راعي ولا مره لعهده خان. كان بمعنى الكلمة راجل صعب يتكرر كمان. ده اللي كان سندي وظهري، كان كمان ليا الأمان. هو أبويا رغم إن صوته عالي بس كان مليان حنان. لما كان للناس إيمان، يا سلام يا سلام سلم كمان. ولا صوته في الأذان كان جنان، كان يدوي في المكان، كان بيملى القلب راحة، كان بيملاه بالإيمان. هو أبويا يا ما كلني فوق كتافه وعدى بيا المسافات، يا ما علمني في مبادئ كتبت منه كتير حاجات. لو قعدنا نحكي عنه نحكي حواديت وروايات، بس أعماله تدلك صعب أصدق إنه مات.
الحديث الداعي للاشتراك